بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم، معاكم خالد علي مدرس الانجليش. مشكله الطلاب كلها في الانجليش الكلمات بعبع، عامله بعبع على الناس كلها. طيب هي كميه الفوكاب اللي عندنا كتيره جدا وانا مش عارف اعمل ايه. اولا عشان تحفظ الكلمه كويس لازم تشغل كل الحواس، بمعنى انك لازم وانت بتحفظ الكلمه تكتبها، ولازم وانت بتحفظها تبقى شايفها، ولازم وانت بتحفظها تبقى بتقولها، ولازم وانت بتحفظها تبقى بتسمعها. اسمع المستر بتاعك وهو بينطق الكلمه وهو بينطقها قولها وراه كده، دي شغاله ولسانك شغال، وهو بينطقها تقولها وراه وتبص على الكلمه وانت شايفها بعينك وتكتبها. انا سامعها وشايفها وبقولها وبكتبها. عدد الحواس يزيد، الاستيعاب يزيد. طيب الكميه، لو انا خدت بعد كل صلاه 5 كلمات، بعد كل صلاه 5 كلمات، صليت الصبح وحفظت 5 كلمات وجيت على الظهر سمعت ال5 وخدت 5، هلاقي نفسي اخر اليوم مذاكر او حافظ 25 كلمه. ولو مسيحي يبقوا 35 كلمه، ولو حاسس ان المسيحي بيحفظ اكتر منك صلي السنه. المهم ان انت في اخر اليوم لو حفظت من 20 ل 25 كلمه، ده معناه انك بتحفظ في الشهر الواحد على الاقل في الشهر الواحد 600 كلمه. اخر السنه 6000 كلمه، انت بقيت برنس. جود لك.